اهلا وسهلا. اليوم غنحضروا كيكه قدره قادر او كيكه ديال الكراميل اللي بزاف ديال الناس ما كتبغيش تصدق معاهم، فاليوم غنشاركها معكم ان شاء الله. اول حاجه كتاخدي كاس ديال السكر سنيده كدوبيه حتى كيولي كراميليزي، كتخويه في المول على هذا الشكل هذا. المول قياسه 18 سنتيم انا عندي، وغادي نخليه على جنب. في خلاط كهربائي غديري 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، 4 ديال لي ساشي ديال الفاني، وساشي صغير ديال الحليب بودره، ونصف لتر ديال الحليب. كطحني كلشي وكتضيفيه على الطبقه الاولى. بالنسبه للطبقه الثالثه اللي هي الكيك، في امبول غديري 2 بيضات، 2 ديال ساشي ديال الفاني، نص كاس ديال الزيت، ثم كنضيف نص كاس ديال السكر وكنخلط كلشي، وكنضيف نص كاس ديال الحليب، ثم كنضيف النواشف. كناخذ غربال، كندير كاس ونص ديال الدقيق مع 3 ديال لي ساشي ديال الكاكاو مور وجوج خمارات من فئه 8 غرام، وكنغربلهم مزيان باش ما كيبقاو ليناش الكويرات ديال الدقيق وديال الكاكاو، وكنخلط كلشي مزيان حتى كيولي القوام على هذا الشكل هذا. خصو ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. وكنخوي هذا الخليط ديال الكيك فوق الطبقه الثانيه. هاد الكيكه عجيبه واحد شويه، ولكن راها ناجحه، غير تبعوا المراحل. كنهز المول ديالي وكنحطو فوق الصحن ديال الفرن. انا درت المقله ديال الحرشه خوت فيها مغليان، وغادي ندخلها الفرن على 160 درجه من الفوق ومن الاسفل. ما تفتحوش عليها الفران حتى كدوز 60 دقيقه، ومن بعد مره كتخشيو فيها كيهضو. الا خرج لكم ناشف كتعرفوها بلي راها طابت. دوزوا الموس من الجوانب على هذا الشكل هذا باش كتحيد معكم بسهوله، ومن الاحسن تخليوها واحد 6 ساعات هكا كترتاح باش كترطاب. من الاحسن تبات ليله كامله. وصافي ملي كتبغيو تقدموها كتوضعوا المول في لحم مريم باش داك الكراميل اللي كيكون لتحت كيذوب وكينزل معكم بسهوله. صافي هادشي اللي كاين. فما تنساوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه باش نكبروا العائله ديالنا، وغنقول لكم رمضان كريم وتهلاو في راسكم. سلامه.